3 أنواع الذكاء الاصطناعي، واحد منهم مرعب. الذكاء الاصطناعي مش حاجة واحدة، في منه الغلبان وفي اللي بيخوف. تعال أقول لك الأنواع بطريقة بسيطة وسريعة. أول نوع الذكاء الضيق، نيرو اي اي. ده اللي موجود دلوقتي، بيفهم حاجة واحدة وبيعرف يعملها كويس، زي شات جي بي تي، جوجل ترانسليت، سيري. يعني لو طلبت منه ترجم هيترجم، بس ما تقولوش يفهم مشاعرك. تاني نوع الذكاء العام، جنرال اي اي. ده لسه في المعامل، العلماء بيشتغلوا عليه. فكرته انه يفكر زي الانسان، يتعلم اي حاجه ويتعامل في اي موقف، يعني كانك بتتكلم مع دماغ بشر بس الكتروني. ثالث نوع الذكاء الفائق، سوبر اي اي. ده بقى لو ظهر يبقى اذكى مننا كلنا، يعني مش بس هيحل مشاكل، ده ممكن يقود بشر، يخطط، يفهم ويتصرف لوحده. بس لحد دلوقتي كله كلام وابحاث ومحدش وصل له. يعني ببساطه النوع بيفهم ايه. مثال عليه ضيق حاجه واحده بس، زي شات جي بي تي وسيري. عام جنرال زي دماغ بني ادم بس لسه ما اتعملتش. فائق سوبر اذكى من كل البني ادمين بس لسه في الخيال. والايه اللي تخلي عقلك صاحي، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني مهما اتعلمنا واخترعنا، لسه ربنا هو اللي يعلم الغيب. والعقل محتاج ضمير. لو وصلت لاخر الفيديو فانت جامد. شارك الفيديو، اشترك في القناه، استنى اللي جاي احسن واخطر. سلام.